في الأول لازم تكون فاهم إن تسريب الغاز ليه شكلين اتنين. الشكل الأول بيحصل لما يكون في خلل في الأنابيب بتاعة الغاز أو المحابس اللي بتتحكم فيه. في الحالة دي الغاز الطبيعي هو اللي بيتسرب، يعني الغاز اللي جاي لك في المواسير هو اللي بيبدأ يتسرب زي ما هو بدون ما يحصل له أي عملية احتراق. على الرغم ان الغاز ده ليه ريحه مميزه، اي حد كبير وعاقل هيشمها هيعرف ان في تسريب للغاز بتكون مشكلته وقت النوم. لو كل افراد البيت نايمين الغاز بيبدا يتسرب بدون اي صوت ويبدا ان هو يستبدل الهواء الجوي، يعني الغاز ده بيزق الهواء الجوي اللي فيه الاكسجين ويحل محله، والشخص اللي نايم مش دريان بحاجه، فبيبدا وهو نايم يستنشق غاز بدون اكسجين، يعني عمال يستنشق في هواء ولكن الهواء ده ما فيش اكسجين. بيحصل له نوع من انواع الغرق الجاف، يعني كانه بيغرق ولكنه مش في ميه، هو بيغرق لانه ما بيتنفسش اكسجين. وطبعا في خلال دقائق معدوده بيبدا جسمه يحصل فيه الضرر وينتهي الموضوع بالوفاه. اما بقى النوع الثاني من التسريب وده بيكون خلل في الجهاز سواء في البوتاجاز او سواء في السخان، وبيعمل في الحالة دي احتراق غير كامل للغاز، يعني مش الغاز الطبيعي هو اللي بيتسرب، الغاز الطبيعي بيوصل للجهاز عادي جدا وبيحصل له احتراق جزئي. الاحتراق الجزئي بقى بينتج عنه تسريب غاز أول أكسيد الكربون، وهو ده المصيبة الكبيرة، لأن الغاز ده ليس له رائحة ولا صوت ولا لون ولا أي حاجة خالص. الغاز ده بيتسرب كده زي الحرامي بالظبط وينتشر في الهواء الجوي عادي جدا، الشخص قاعد حتى لو كان صاحي مش شامم اي حاجه، ويبدا يستنشق الهواء ده مع الوقت. مشكله اول اكسيد الكربون انه بيدخل في الجسم ويمسك في الهيموجلوبين الموجود في الدم. الهيموجلوبين اللي المفروض يمسك فيه الاكسجين، غاز اول اكسيد الكربون بيمسك فيه اكبر بنسبه 200 مره. يعني احنا لو عندنا 200 ذره اكسجين وذره واحده اول اكسيد الكربون، الهيموجلوبين هيروح يمسكها هي، وبالتالي اول اكسيد الكربون بيبدا يستبدل كل الاكسجين اللي موجود في الجسم، وبرضه الشخص يختنق ولكن في صمت تام. وطبعا احنا بنبدا نسمع عن مشاكل تسريب الغاز ده بشكل اكبر في فصل الشتاء، وده لان طبيعه البيوت في الشتاء اننا بنقفلها علشان السقعه، فلو لا قدر الله حصل اي تسريب للغاز، الغاز ما بيلاقيش اي منفذ يخرج منه، فبيفضل قاعد معانا جوه البيت.